السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ نبدأ يوم جديد كده مع بعض. النهارده هنعمل الغدا مع بعض. هنعمل ايه النهارده؟ انا هعمل صدوق بطريقة حلوة قوي، تتاكل بالمكرونة، تتاكل بالعيش، تتاكل يعني كانت طعمها حلو، يعني ممكن تاكليها بالمكرونة، ممكن تاكليها بالعيش. انا هعمل مكرونة بالصلصة، وهعمل صدوق. هنا طبعا كنت غليت المية وهنزل عليها، هعمل كيسين مكرونة. طريقة حلوة وطعمها جميل أوي، هتعجبكم إن شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. أنا ممكن أكتر الوقت بعمل الصدوق، أشوحه وأحط عليه صلصة وأحط عليه بتاع ده، وأقطع عليه قرنين في 3 فلفل كده وأخليه يتسبكوا مع بعض وناكلوه عادي بالعيش. وبعمل لا النهاردة بقى غيرت كده، قلت أعمل الطريقة دي حلوة أوي وعجبت كل اللي أكلها. هنا أنا جبت كيلو صدق وقطعته كده حتت، وسخنت الطاسة كويس قوي، وبمعلقة نزلت عليها بمعلقة سمنة صغيرة، اشوح فيها بس ايه الصدوق، اخليه ايه ياخد تحميرة كده حلو يعني. وحطيت عليه معلقة فلفل اسمر، كنت مقطعة فلفل احمر وفلفل اصفر و3 قرون فلفل بتاع ده، فلفل حامي. وبرضو طماطمتين مقطعاهم مربع قطع يعني صغيرة، وكنت حطيت عليها ليمونتين. طبعا هنا هعمل الصلصة العادية بتاعت المكرونة اللي كلنا عارفينها، اللي هي بالبصل. انا ساعات بعملها بالبصل وساعات بعملها بالثوم، بس النهارده عملتها بالبصل. هنا لسه ايه ايدي برضو في الصدوق بشوحه بقى كل شوية، حطيت عليه معلقة صلصة. ايوه، هقلب فيه برضو. هنا كنت وطيت على البصلة ايه اللي هي تاخد ايه لون براحتها، عبال ما اخلص بس ايه الصدق. هنا اهي نزلت بالطماطمتين، والبهارات بتاعتها عبارة عن فلفل اسمر، وحطيت بهارات لحمة برضو، وحطيت معلقة دبس رمان كبيرة، ومعلقة صويا صوص، ومعلقة خل كبيرة. اهو بصلاية كمان مقطعة كلهم رفيع كده. هي كل ده هيدبل دلوقتي. كانت منزلة صوص كده، انا عايزة اقولكم يعني اكلوا الصدوق بالعيش اكتر بصراحة ما اكلوا بالمكرونة. كان طعمها حلو قوي. اعملوها بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. هنا هحط دبس رمان معلقة كبيرة كده، وصويا صوص، معلقة خل، وهحط ليمونتين بيدوها برضو طعم حلو قوي في الصوص اللي نزل كله، كان طعمه حلو قوي. مش هفكركم يا حبايبي باللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم. وشكرا لكل اللي بيكتب لي كومنت حلو. والله كومنتاتكم دي بتفرحني جدا. شكرا ليكم كلكم. واللي ما كتبش يكتب كومنت حلو كده منكم برضو، ولايك حلو منكم برضو. هنا قلبتهم كلهم مع بعض ايه، وهغطيها، وكنت وطيت النار وهغطيها بقى كده يستوي مع بعض، هشوف المكرونة. هنا كانت البصلة احمرت شوية، وكنت برضو ضربت خلطت يعني طماطم وانزل عليها بيه. هنا نص معلقة سكر بس عشان الصلصة، واحط معلقة كزبرة كبيرة، كان اخر معلقة دي عندي. واحط معلقة صلصة لان الطماطم ما كانتش حمرا قوي يعني. ومرقة دجاج، وهسيبها ايه تتسبك كده مع نفسها. هنا كان طلعلي شوية مواعين كده، قلت اغسلهم لهم ايه بسرعة قبل يعني اغسل المواعين قبل ما احضر الغدا، علشان انتوا عارفين مواعين بعد الغدا. انا لو وريتكم الحوض دلوقتي، انا بصراحة لسه متغدية ويا دوبك العيال نزلوا مع ابوهم، وانا قلت منتج الفيديو بسرعة، وقلت بقى ايه ابقى اقوم اغسل اروق المطبخ يعني مرة واحدة. اسف.
انتوا شايفين المواعين اللي هناك اللي على المصفى دي؟ انا غسلاها مع اني كنت مروقه المطبخ بالليل قبل ما انام. بس بقى اللي عمل فشار واللي شرب كل اللي يعمل حاجه، انا صحيت لقيت الحوض مليان اهو على المصفى هناك، والله رحت غاسله كله. ما كانش فيا يعتبر غير حلة اللي انا كنت عامله فيها البطاطا بالكريم كراميل. انا كنت صفيت في المصفى دي كانت المكرونه طلعت وصفيتها وغطيتها كده وحطيتها على الرخامه وحطيت عليها نقطه زيت عشان تفرفر كده تبقى طعمها حلو، ما تلزقش في بعضيها. هنا خلاص اهي كانت ايه الصدوق خلاص، فاضله بس حاجات بسيطه وهطفي عليه خلاص. هنا كنت برضو لسه موطيه النار عليه. يا رب الروتين النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف كده عليكم بإذن الله، ومش هفكركم تاني باللايك والاشتراك في القناة. خلاص كده انا طفيت، هطفي عليه كده. اغطيه اهو، قدمت كده كنت قليت بطاطس مع فلفل واللفت اهو المخلل طعمه يعني مفيش احلى من كده بصراحة. حتى بيشربوا المية بتاعت اهي المخلل بيعصروا عليها ليمون، بتبقى طعمها جميلة. اللفت والجزر